قناة اتحفرت بدم وعرق فلاحين وعمال مصر. سنة 1854 وقع محمد سعيد باشا اتفاقية مع صديقه الفرنسي ديليسيبس، اتفاقية حفر قناة السويس. والاتفاقية ديت كانت بتقول إن الشركة الفرنسية ليها حق استغلال القناة لمدة 99 سنة، وبعد مضي المدة ديت ترجع للدولة المصرية. وفي سنة 1856 تم تعديل بعض البنود في الاتفاقية ديت. أول حاجة إن الشركة الفرنسية ليها حق استغلال الأراضي المحيطة بالقناة. 2 إنه يتم حفر القناة باستخدام عمال مصريين بنظام السخرة. ونظام السخرة هو نوع من العمل بشكل إجباري بدون مقابل. وساعتها تم تسخير مئات الألوف من العمال والفلاحين في مصر، وتم إجبارهم إن هم يشتغلوا في ظروف صعبة جدا أدت إلى وفاة معظمهم بسبب الجوع أو المرض. بس بالرغم من ده كله قابلت سعيد وديليسيبس مشكلة كبيرة جدا، وهي التمويل. لأن ساعتها الدولة العثمانية كانت رافضة تحفر قناة بطول 160 كيلو متر بتربط ما بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، لأنها كانت شايفة إن ده هيزيد من قوة مصر. بريطانيا كمان كانت خايفة على مصالحها التجارية في المنطقة، وكانت شايفة إن الموضوع ده كله عبارة عن عملية سياسية هدفها تحويل برزخ السويس لمستعمرة فرنسية. سعيد باشا وديليسيبس كانوا بيفكروا في مشكلة التمويل، فعملوا اكتتاب. الاكتتاب ده جمع 21,000 شخص كان معظمهم فرنسيين. ساعتها ديليسيبس ضغط على سعيد باشا إن هو يعمل اكتتاب بنسبة 44% من رأس المال، وفعلا كملوا حفر القناة من غير آلات ولا معدات في ظروف صعبة جدا، لحد ما مات سعيد باشا وتولى الخديوي إسماعيل الحكم، اللي اعترض بشدة على نظام السخرة. فبدأ يتحرك هو ووزير خارجية مصر وقتها نوبار باشا، وخاضوا معركة شرسة لإلغاء نظام السخرة، ورفعوا دعوى قضائية ضد باريس عشان الشركة الفرنسية ما كانتش عايزة تغير بنود الاتفاقية دي. ساعتها نابليون الثالث اتدخل وأصدر قرار في 6 يوليو 1864 بيقول فيه إن الشركة الفرنسية تتنازل عن بند السخرة، وإن قناة المياه العذبة اللي اتحفرت ترجع لمصر، وكمان 60,000 هكتار من الأراضي المحيطة بالقناة ترجع مصر. وفي المقابل مصر تدفع للشركة الفرنسية مبلغ قدره 84 مليون فرنك. وفعلا ده حصل. وبعد تدخل نابليون الثالث ابتدوا يكملوا حفر القناة بآلات ومعدات اتصممت مخصوص للحفر، وابتدوا يجندوا عمال أجانب المقيمين في دول حوض البحر المتوسط. في الآخر شاركني برأيك في موقف الخديوي إسماعيل ضد مبدأ نظام السخرة، مع العلم أنه يقال وقتها أنه هو كان بيطبق النظام السخرة في أراضيه الخاصة.